السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد ندير صلاة على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. فيديو جديد جيت نبارطاجي معكم كرات الطاقة للصغار والكبار، اللي من خلال الحشوة ديالهم نقدروا نعدلوا حتى هاد الحليوات ديال الشوكولا اللي كيجيو راقيين في المنظر، ينفعوك في استقبال ديال ضيافك، ديال الحفلات، ديال أعياد الميلاد. ينفعوك حتى دوز بيهم كويس ديال القهوه الكوتي. بقاو معايا. نص كاس ديال الزنجلان ديجا حمصتو، نص كاس ديال اللوز هذا باقي عاد نحمصو. دابا غنهمشو طحنو شويه عاد كنا نحمصو. انا عاد نص كاس ديال الكركاع، نص كاس ديال الكركاع، نص كاس ديال الشوكولا بيت. لا هذا شوكولا ديال الدهن، غادي نعاونو به. اي شنو اي نوعيه كانت عندكم اخوتي؟ عدلوها. الله يعطيك شي خير. قال لكم ولدي اي نوعيه ديال الشوكولا ديال الدهن تقدروا تستعملوها. انا انا اليوم توفر عندي هذا النوع. زنجلان نص كاس، اللوز نص كاس، الكركاع نص كاس، غنجمعوه بشوكولا الدهن. وبالنسبه للتزيين غادي نزينو. باقي لي شويه ديال اللوز مسلوق ومقلي اللي عملت به السفه اللي بارطاجيت معكم، غادي نستعملو في التزيين. وشويه ديال فيرميسيل، نتوما عارفين هي اللي كيعجبهم فيرميسيل. هنا ولدي وبنتي قدامي وخصهم غير فوقاش نعدل لهم هاد الحليوه. كيشوفوا اي حاجه عندها بالشوكولات راه كتعجبهم. حيدت الصوت باش يجيكم فيديو واضح. بالنسبه لهاد المكونات كتشوفوهم بحال المكونات ديال الحلوى ديال فيريرو روشير، يعني غير في بلاصه ابياناس اللي هو البندق استعملت الكركا. يعني كنمشيو مع المتوفر اللي عندنا في المنزل باش نفرحوا وليداتنا وما تنقمناش الوصفه غاليه بزاف. في نفس الوقت الاطفال ديالنا كيستافدوا من هاد الحوايج بحال هكذا حسن او ديك السقطه ديال الزنقه. هنا جيت نبارطاجي معكم كيف ما وعدتكم في الفيديو الاخراني ديال السفه. هاد ميكسور اللي شريته ما بغيتش، واخا صورت هاد الفيديو ده ما بغيتش ننزل لكم حتى نتاكد كيفاش هادي يخرج. واش غنستعملوا الاستعمال الاولي والثاني يعني الفرامه ديالو ديك الفوي ديالو عاد كنبارطاجي معكم الى عجبني. والصراحه الله يعمرها سلعه، خرج غزال. هذا كنت خديته من بي، يكون دابا شي 5 شهور ولا 6 شهور. قطعت المونتاج مشيت نتاكد من لاطاط ديال هاد لا فيديو، كنجبر 9 شهور باش شريته. وسبحان الله يلاه كيسحب لي شي 5 شهور ولا 6 شهور باقي جديد وكنستعملو. يعني عامله عليه الشحط. يعني سبحان الله الوقت كيفاش كيطير. يعني العام بحال الشهر والشهر بحال النهار. قلت لكم مع جا الصيف مع الخروج مع التباحر ما علينا. قلت لكم هذا الميكسور فيه 3 ديال لي زوبسيون. يعني فيه 3 في واحد، بحال نقول حنا فيه ميكسور وفيه فوي يعني بحال الطراب. هو ماشي يدوي، كتسمى الكتريك يعني كيطلع لك البيض. وفيه فرامه هاشواغ صغيوره ومطيوره. تبارك الله، واخا العبار ديالها غير نص يوترو ولكن تبارك الله مقده. هنايا هاد البياسه هادي انا كتسحب لك كتشد بحال اي حاجه يعني على اليمين وكتحال على الشمال. هي بالمقلوب كتشد هكذا يعني على الشمال. ملي كتبغي تحيدها كدور على اليمين. المهم هنايا فتني شويه كنقولش عنده واش مقلوب واش البياس ماشي ديالو. هو كيتشد هيداك بالمقلوب. المهم هنايا قلت لكم بالنسبه لديك الهاشواغ صغيوره، الحجم ديالها صغيور. ولكن يعني انا عندي هاشواغ اخرى كبيره ولكن كتنفع في الكوزينه. هيدا ملي كتبغي تطحن غير شي حاجه غير قليوله كيجي معاه حتى هذا الغراف. المعيار ديالو كيهز حتى 700 مليلتر. بالنسبه هاد الغريره في شحال غزال المايونيز كنطلع فيه المايونيز كطلع غزاله. العبار ديال ديك بياسه اللي في ديال الميكسور كتجي قد ديك الغرف. وما اصلا اخترعوها قدو، يعني علاش ما تجيش قدو حق زعما كتطلع فيه مايونيز غزاله. هذه هي الهشوه اللي قلت لكم. شوفوا شحال حليلوه وشحال صغيره ومطوره. في هذيك الكوتشيه ديالها الداخلانيه. الشفره ديالها غير قابله للصدى، يعني واخا تبقى لك فازقه ما كتدراشي.
نتوما عارفين السلعه ديال البنت، كاين اللي كيشكرها، كاين اللي كيقول لك لا ماشي مزيان. بحق صراحه هاد الميكسور اللي فيه 3 في 1 خرج غزال كيحماق. انا ماما اللي شراتو وملي جبرتو عندها وقات لي غزال وكيطلع مايونز، انا الميكسور ديالي كانت خسر لي. واخا عندي لها شوار قلت هذا فيه 3 في 1 يعني ينفع انا نستعملو باش نطلع به المايونيز وباش نطحن لي سوب. مع كان داخل رمضان الحبيب قلت ما نقدرش، ضروري غادي نحتاجو السوبات، ضروري سواء ديال الخضره، سواء ديال قرع حمراء، ديال قرع خضراء، ضروري كيتحتاج باش نطحن لاصوص. هنايا كيبروبوزيو عليك، هنايا كيقول لك زعما راه يطرب البيض، كيطحن كونفيتور، طحن الماكله ديال لي بيبي، لي سوب، لي بيغي، سموتي، يعني مهم هو صراحه صالح لكل شيء. تخيل انه 3 في 1 يعني بحال عندك 3 ديال لي ماشين في الكوزينه. هنا كيعطيوك في الجنب ديال الكرتونه تفاصيل، يعني البر ديال الواط ديالو راه 1000. هذا هي الغرائب والعجائب، تبارك الله فيه الجهد، يعني 1000 واط فيه. مع كيكونوا الهميزات منزلين في الانترنت ديال بيم اللي كيكونوا الثلاث والجمعه، غير شفتو مشيت على الصباح من موراه. كفيت انا باقا ما جربتهاش فيها، من جربها ان شاء الله نبارطاجيها معكم. مشيت على الصباح موراه، حيت سبق لي واحد المره عملوها بيا الناس، اني مشيت مور لا بيسين حتى نص نهار جبرتهم صافي تقاداو الناس تبارك الله، كيمشيو كيجريو مور الحاجه، ما كيشوفوا شي هميزه ما كيضيعوهاش من يدهم. بالنسبه للثمن ما بقيتش عاقله، كنظن كان شي 280 درهم ولا 300 درهم شي حاجه بحال هكا. شوفوا هنايا نرجع معكم الفيديو ديالنا. هنايا طحنت اللوز، يعني هرمشتو رقيق وهنديه فوق النار يعني يتحمص، يعني غير شويه غير باش يتقرمل. انا ما كنبغيش نحمص اللوز وهو باقي صحيح، ملي كتفرموه كتجبروا باقي رطاب من داخل. عليها تا فرمتو عاد حمصتو. وهنا غادي نحمص عاوتاني القرقاع حتى هو غادي نفرمو شويه عاد نحمصو ونكمل معاكم. اللوز ها القرقاع باقي سخون، ها هو زين. هنا هنعمل حمام مريم اللي الطريقه اللي مناسباكم، اما شي كسرونه في وسط مقله بحال اللي عملت انا فيها شويه الماء، اولا تعملوا زلافه، اولا لا عندكم لاباري اللي كتذوب الشوكولات. المهم ذوبوا شويه ديال الشوكولات للتزيين. انا نخلي النار مهيله يعني تيذوب على خاطرو. غنستعمل كالا. نتوما لا توفر عندكم ماكاو ولا اقبال ولا اي نوعيه كتوالمكم، اولا شوكولات ابيض، المهم اللي متوفر في المنزل كالعاده. بالنسبه للشوكولاته ديال الدهن كذلك، يعني اي نوعيه بغيتو، هذا اللي كيجي فيه بياض كحل بغيتوه كامل كحل. انا هنايا هنعمل كميه شويه زايده، تقدروا تعملوا غير 2 معالق كافيين. انا عملت هنا شي 2 معالق ونص حتى 3، حيتاش هنزيد واحد المكون اللي كيزيد هاد الحلوى، واحد البنه ما نقول لكم شي، هذا السر ديال كرات الطاقه باش العواول تبارك الله تعجبهم صراحه، كتحسن من ديك الحلوى ديال الزنقه. ما انا كنفضل حاجه ديال الدار من دايما. المهم هنايا المكون اللي السر ديال هاد البنه اللي في هاد ديال الحلوى هذه، هي ديك اللوز اللي عندي مسلوق ومقلي ومهرمش في الزلافه. هذاك هادي نغربلو يعني باش يصفى غليظه، يخرج لي ديك اللوز الرقيق ماره، يعني البودغ. نتوما الا كان عندكم اللوز بودره، يعني البودره ديال اللوز، حمصوها شويه واستعملوه. هنايا هنخرج منه انا واحد 2 معالق كبارين. هنحيد هذا اللي غليظ نتزين، وهذا الرقيق يعني 2 معالق كبارين عندي هنايا ضيفتو داخل. واحد البنه ما نقول لكمش يا سلام. هاد الكميه اللي غتخرج لي، هاد اللي عطيتكم دابا نص كاس دقرقاع، غير نص كاس ديال الزنجله، نص كاس ديال اللوز، غيخرجوا لي تقريبا 30 حبه ديال الحلو من الحلويات، ما بين كرات الطاقه، ما بين ديك الشكلات اللي غادي نوريكم ديال الاستقبال الضيوف ولا باش تشرب بهم قهوه. المهم انا غير شكلت لكم يعني نعطيكم افكار، وانتم ديك الساعه انتم كتبدعوا. من بعد ما بقيت كندمج العناصر ديالي، حصلت على هاد لاباط ولا الحشوه اولا العقده، نقولوا العقده. غندوز نتزين، غنشكل كويرات يكونوا حبات من الاحسن يكونوا صغيورين، باش العيال ما يغلبش عليهم الشوكولات، حيت تبارك الله راه قويين، راه فيهم كركاع، اللوز، الزنجلان. هنايا غادي ندوز اول شكل غادي نزين به هو ديال فيرميسيل اسود، يعني هاد الشوكولات شعيرات، تقدروا تستعملوا حتى ديك الشوكولات اللي كيجي شعيرات هو ملون. انا شوف غادي نستعمل داكشي اللي عندي في الدار. عندي شويه ديال الكوكو، شويه ديال هذاك اللوز اللي مسلوق ومقلي، الكركاع ما غادي نشري حتى شي حاجه. هنا الشكل الاولاني بالفيرميسيل، الشكل الثاني هنعمل كويرات هادي نغطسهم في وسط الشوكولات اللي مذوب، عاد هنفندهم في ديك اللوز اللي مهرمش.
هادو هيجيو كبيبرين شويه حيت الشوكولاط هيعطيهم ديك الفوليوم. الشكل الثالث غادي نكور كويرات عاوتاني وغادي نفندهم ديريكتومون في ديك اللوز اللي مهرمش، يعني بلا ما نغطسهم في الشوكولاط. فهمتوني؟ يعني هنعمل 3 ديال الشكيلات، غير اقتراحات نتوما ديك الساعه كيبقى الاراء تختلف، والمكونات في المنزل كتختلف، والقدره الشرائيه حتى هي كتختلف، يعني كل واحد كيمشي على داكشي المستطاع ديالو. الاصل ديال هاد الحلوى هذه هي فيريرو روشير، كيف ما قلت لكم كنا كنعملوها بالبندق في بلاصه الكركاع. هذا هو الفرق، وما كناش كنستعملوا ديك اللوز بودغ، يعني كنعملوا قد اللوز قد زنجلان قد ابياناس اللي هو البندق، وكنطحنوهم هيداك رقاقين كنحمصوهم وكنجمعوهم بالشوكولاط ديال ديال الدهن، وملي كنعملوا كويرات كنفندوهم في الفيرميسيل. ومن الاحسن يعني الا كان عندك البندق الكميه وفيره في الدار تقدر تستعمل حتى واحد الحبه من داخل صحيحه. هنايا هذا البديل ديال فيريرو روشير، يعني العواول اصلا كيحماقوا على الحلوى اون جينيرال، يعني عساوما هادو في نفس الوقت يعني حنا نبغيو غير الخان وليداتنا، يعني ها هما كياكلوا السقاطه في نفس الوقت تكون صحيه، خصوصا الناس اللي عندهم وليداتهم في مدرسه بريفي وداكشي وكيبغيو يعملوا لهم في اللانش بوكس ديالهم شويه ديال الكركاع شويه د اللوز. كنشوف نفس الافكار كيتبارطاجاو في الانستغرام في التيك توك. اجي نوريك شنو تعمل في اللانش بوكس، هتعمل شويه ديال الكركاعات شويه ديال اللوز. ايوا لا بدعتي وطحنتيهم وعدلتي بهم حليوات هيكون احسن، حيت الاغلبيه لا جينا نشوفوا العوال ما كيبغيوهمش هذاك حبات صحاحين، كياكلوا لك حبه ولا جوج ما قال حد نحد كيردوهم لك في بواطه، وانتينا عاوتاني كتعاود تعطيهم لهم لا غد له وهما عاوتاني كيرجعوهم اي انسي دو سويت. ولكن بهذه الطريقه هذه كوني متاكده انهم هياكلوهم، حيت اصلا لذاذين وصحيا ورقاقين، يعني في المضيق ديالهم هيمضغوهم بسهوله، ماشي بحال ديك اللوزات يعني خصهم صعوبه بقى باش يمضغوهم. من بعد ما شكلت تقريبا 4 الحبات من الشكل، ديك الاقتراحات اللي اقترحت عليكم، دوزت نعمل كويرات صغيورين باش نعملوهم في ديك المول اللي عندي في الغوز ديال السيليكون، هذاك فيه 13 طخو يعني 13 حفيره. شكلت ديك الكويرات 13 حفيره، شطوا لي شويه، زدت عملت واحد 3 د الكويرات اخرين من هاد الشكالات ديال كره الطاقه. وندوز معكم دابا الطريقه اللي غنخدم بهم هادو ديال السيليكون. الشوكولاط عندي مذوب ولكن ماشي سخون بزاف، بحال يبدا كيبرد. الا نتوما باقي عندكم سخون بزاف شبروا هذاك المول. ملي توضعوا الشوكولاط في هذه المرحله هذه دخلوه للثلاجه تيقصح الشوكولاط شويه، باش ملي توضعوا هاد الكويرات ديال الحشو اولا ديال العقده ما تدخلش حتى لتحت، باش تبقى الحلوى فيها الشوكولاط على الوجه ديالها. حيت هذا دابا اللي كيبان لنا من فوقي هذا هو القاع ديال الحلوى، يعني ملي غادي نزولوها من المول غنقلبوها. كنتمنى ما نكونش خربقتكم، وصراحه الفيديو واضح. يعني هنكمل بهذه الطريقه هذه، هنوضع هاد الكويرات ديالي فوق هذا الشوكولاط، كنضغط عليهم بشويه يعني باش ما يدخلوش حتى لتحت، وهادي نرجع نغطيهم من فوقي بالشوكولاط. ملي هادي نكب عليهم الشوكولاط من فوق، ما خصنيش يتبان لي كويره ديال هذيك الحشوه، يعني باش تجي الحلوى القاع ديالها ملس، يعني تجي رطبه. ثم كتشوفوا هنايا تقات لكم هاد اللقطه، يعني ملي كنضغط على هذيك الكويره كنضغط شويه باش ما تهودش تنقع. صافي هنايا هادي نغطيهم بالشوكولاط كامل، المول ديالي كامل هادي نغطيه بالشوكولاط. هادي نحاول نخبطوا ولا نضربوا شويه مع البوطاجي ولا البلون طرافاي ديالي باش يخرجوا ديك الفقاعات ديال ديال الهواء اللي كيكونوا مع الجنابات ديال المول، وتجيكم الحلوى فينيسيون ديالها هي هذيك مقاده. غندخلوه للثلاجه. الشوكولاط دغيا كيجمد يعني واحد 10 دقائق ها هما واجدين. هاد النهار داز لي طرو شارجي تبارك الله ومع لي كوموند ديال الناس، ولكن جات العشيه ولدي قال لك خصو هاد الحليوات منو ما يطيح. حتى شفتو واقف قدامي مع شاف ديك اللوز مسلوق ومقلي وانا مولفه كنعدلو ملو، كيقول لي ها هو اللوز ديجا واجد، يعني واقف لي راسك. كنقول له انا بلاتي غير انا ملي خصني زعما نصورهم ونبارطاجيهم معاكم باش تستافدوا، وهو واقف لي راسي وما هينعسش حتى ياكلوا. ايوا انا كنطير في بريباراسيون ديالو في نفس الوقت كنصورهم معاكم. كنتمنى تشجعوني بشي لايك وشي كومونتير زوين بحالكم، واللي باقي ما مشتركش يشترك، يعني ضغط على زر الاشتراك اللي كيتواجد تحت لا فيديو ما تخسر والو، وعلى زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، يوصلوكم الاشعارات ديال الفيديوهات. القناه واخا باقا في البدايه ديالها، ولكن ان شاء الله يا ربي القادم اجمل، والقناه تكبر بكم، الله يكبر بكم.
هنا يا ولدي هاتنا كتشوفوها مد يدك يقول لي انا نزول من المول. ايوا ربي يخليكم وليداتكم. هنا بالنسبه للتزيين هنستعمل شوكولا دايبه، هنعملها في كورني الاسود في الاسود. يا سلام، الكلاس في الكلاس. ولا بغيتو تعملوهم بويض عاوتاني كتزوقوهم بالشوكولاته هيدا خطيطات بويض كيجيو فنين في المنظر ديالهم. المهم طبعا يمكن لكم تعملوا خطيطات ولا دوائر، داكشي كيبقى اختياري، هذه غير مجرد افكار. بعض منهم عملت لهم هاد الحبيبات اللي كيجيو هيدا ملونين غير كتزيين، وبعض منهم عملت لهم عاوتاني اللوز هذاك اللي باقي لي ماشي كونكاسي، يعني هذا اللي مهرمش مسلوق ومقلي، وبعض منهم عملت لهم الكوكو. وهذا يكون تقريبا هو الشكل النهائي. الى عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من لايك وشي كومونتير زوين بحالكم، وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده. يعني لا بارطاجيتوه انا هنستافد، وهذه نكبروا القناه وهنزيد نبارطاجي معكم، نزيد نبارطاجي معكم افكار كثيره، خصوصا هادشي ديال الوليدات مع دابا الدخول المدرسي. يعني بزاف ديال الافكار عندي، خصوصا ديال مثلا التمر معمر ومن بعد كتغطسوا عاوتاني في الشوكولات. الا بغيتوها خليوها لي في لي كومونتير كافكار نتوما بدكم. لا عندكم شي افكار بغيتوني نبارطاجيهم معكم كتبوهم لي في لي كومونتير. يعني مثلا شي حاجه هكذا نقدروا نغيروا شويه، شي حاجه بالبيستاج ولا بالكاجو ولا بابياناس. مهم الا بغيتوا شي فكره خليوها لي في لي كومونتير. ايوا قولوا لي كيف جاكم الشكل. هنا وقع واحد الخطا تقني، كتبان لكم هاد الصف هذا جوج في الغوز بيبي ووحده فيها الغوز مخلط مع لوينات اخرين وما عجبونيش، وانا نعاود نبدل هاد جوج حبات البلاصه ديالهم مع بعضياتهم. المهم ضروري كيوقعوا ديك الاخطاء البسيطه. كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو وتجربوا الوصفه ديالي. غنخلي لكم في صندوق الوصف الانستغرام ديالي والتيك توك ديالي والفيسبوك، واللي بغات تدخل عندي 1000 مليون مرحبا. هندوز نبارطاجي معكم، هنقسم معكم واحد حبه ولا جوج باش تشوفوهم من داخل كيفاش كيجيو. اما البنه ما نقول لكمش يا سلام سلم. وهاد الكرات يعني على حسب التقديم تقدروا نتوما تعملوهم في شويشيات، انا ما جبرتهمش عندي ولكن ما عرفتش فين عندي مخبعين. تقدروا تعملوهم في ديك الكبيرطات خصوصا لو كنتو تقدموهم للضياف. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع الف سلامه. السلام عليكم.